لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزنا خوشحان لواني 952 لوان كان تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومبس رضامندي رب العالمين وهي ودار مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. برا خوش بسنا وكل واني رب لخزمة دواتو تن آتش تل بيشوي أو آتبون لبيش واتا كخواي قبل باز لو أحكام عندك كاتك وأوانيك وعهد بيمان اللقليان بستا بلام همو جاري عهد بيمان دشتينن لو کاتێکەوە ڕوبەڕوویان دەبیەوە لە حەرب و لە قیتال دەردێکی وایان پێ بکە ببنە عیبرەت لە بۆ پاشە خۆشیان و ئەوانەی کەوە عهد و پەیمان لەگەڵیان هەیە وا نیشانەی شکاندنی عهد و پەیمانە لێ پەیدا دەبی و ترسی ئەوەت هەیە خیانەتت لەگەڵ بکەن لەو حاڵەتەی چ دەکەی لەو حاڵەتەی ئەتو یەکسەر ئیعلانی حەربیان لەسەر ناکەی بەڵکو یەکەم جار ئەوان کەوا نیشانەی شکاندنی عهدان لێ دێتە جێ ئەتوو بە ئاشکرا بیشتێن بە ئاشکرا فەنبید ئیلەیهم عەلا سەوا بە ئاشکرا پێیان ڕابگەین کەوە عهد و پەیمان لە نێوانمان نەما عهد و پەیمان لە نێوانمان نەما ئەو جە دواترێ ئیعلانی حەربیان لەسەر دەکەی کەواتە نەک بە هەمان ئوسلوبی وان کەوە بە خیانەت بەڵکو ئەتوو بە ئاشکرا و بە ئاشکرا ئیعلانی بکە عەلا سەوا کەوا لە نێوانمان نەما عەلا سەوا وەکو لا تفسير سعد الأي حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك فانبذ إليهم على سواء عهد كان بدو مساوي دادوا بال لايتو لايوان وكو يك آشكرابي كوا عهد بمال نوان تنما ولا يحل لك أن تغدر بهم ناشكري أتوكوان همان أسلوبيان بكاربيني بحيلو بخيانة عهد بيمان بالشينا بأشكرا بالشينا أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك كواتنا بيشتيق أنزام بدي كبيتواني عهد بيمانك بك إتفاقنا نوانتان حتى وكو آقاداريان دكو آقاداريان بكو كات كوا ترسي وتي أوان علامتيان لها التزيكوا بنياز خيانة أتبا أشكرا إعلاني بك للايتو للايوان وكو يك عهد بيمان لنوان ما نما إتر توقعها مشتيق بكن إن الله لا يحب الخائنين بيقمان الله تعالى كسانش خائن خوش ناوي بلكو رقيليان دبيتوا زوكو لتفسير قاسم تعليل للأمر بالنبذ كواتا عهد بيمان كان برودا دوا لو عهد بيمان برودا دوا إعلاني بك خواهي يقول خائني خوش ناوي إما باعتبار استلزامه النهي عن مناجزة القتال لكونها خيانة كواتا ناكريتو يكسر إعلان قتال ياخذ قتال يعني قال دس بيبكي لكاتك دا كهشتا بأشكر عهد بيمان لنواتان لا بلكو عهد بيمانك إعلام ككنما سمك إعلان كدني قتال ببيش كان دين عهد بيمان ببي إعلان كدنيش كان دين عهد بيمان لو حالتي دبتخا خيانته خواي جورش خيانتي خوش ناوي فيكون تحذيرا له صلى الله عليه وسلم منها كواتا لويا خواهي يقول فرمان بيدك عهد بيمانك إعلام ككنما نوك يكسر إعلان قتال يعني لسر بكي لو حاطي بتخيانة خواهي يقول خيانة خوش ناوي وإما باعتبار استتباعه للقتال فيكون حثا له صلى الله عليه وسلم على النبذ أولا وعلى قتالهم ثانيا كأنه قيل وإما تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم ثم قاتلهم لأن الله لا يحب الخائنين وهم من جملتهم لما علمت من حالهم كواتا يعني تبع اعتباري
لويا خواي جور سبحانه وتعالى دفرموانا خيانتيان كرديا يكتر أتو إعلانك عهد بيمان لنوان تانما أو زي إعلاني قتاليان لسر بكو بيان كوجل برو خواي جور خيانة كاراني خوش ناوي. دلت الآية هلا قاسمي دلي على جواز معاهدة الكفار لمصلحة كوات أجر أمتي إسلام كيانتي هب دولتي هبو أجر مصلحة لوي دابو لقل كسانش كافر عهد بيمان ببستي كواش الله قال يكترين كان أجر لمصلحتي أمتي إسلام بو جائزة. ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم يظهر منهم أمارة الخيانة وهروا بيوستا كعهد بيمانش لقى كافران بستا بيوستا التزامت بو عهد بيمانه هبي أجر هيز نشانيش خيانة كان لوان ناتجه. وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر وهو بلغير سركاتك وعهد بيمان لقال بس بلام نشاني خيانة كاري ليان هاتجه بيوست عهد بيمانك إعلام كيكوا نمايا وهروها وأن يعلمهم بذلك وهروها بيوست أقدانيهم كيو على سواء وكوا عهد بيمان لنوان ما نما لئلا يعيبوا علينا بنصب الحرب مع العهد كوات بيوست بيش أو إعلان حرب لسريم بيوست أقدانيهم بكيو عهد بيمان لنوان ما نما نبادا ببي أو إعلان كرنا وسلان حرب كي لو حالتي أوان مسلمانان بوي عيب دار ذكان كوا عهد بيمان لنوان من هي وإعلان حرب شمال السر ذكان هذا. وما ذكر من وجوب إعلامهم كاتي كوا خواهي سبحانه وتعالى واجبي كردك بيان رابقين كعهد بيمان لنوان من نما إنما هو عند خوف الخيانة منهم وتوقعها كاتي تشيش بيان رابقين عهد بيمان لنوان من نما لو كاتي كوا توقع أوان كخيانة بكونوا علامات لبديار كوتيا كما هو منطوق الآية كوات أشكال وادا فرمي. وأما إذا ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به كوات أجر علامات يان لها تجي نشانان لها تجي كوا وانا بنياز خيانة لو حالت بيان راضقيني بابلين عهد بمن لنوان ما نما أدي أجر بأشكال ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به أدي قال بأشكرا أوان عهد بيماني أشكان نق نشانيان لهاتز هر بأشكرا عهد بيماني أشكان بشوي كوا هيز مزايد تدانا منه كوا تفسيري دي كي لو بكري لو كارو كردواني أوان ديكن لو حالتي عيني دبي علام كعهد بيمان لنوان ما نما ضل فلا حاجة للإمام إلى نبذ العهد لو حالتي بيزناك إمام مسلمان بيان رابع كاك عهد بيمان لنوان ما نما بل يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة بلكو وابكا كبيغمبر كردي صلى الله عليه وسلم بلانبر بقريشي سراني كفر لمكة لما نقضوا العهد كاتك وعهد بيمانيا لقى بيغمبر بس صلى الله عليه وسلم لحديبيي كوا بابلين بهش شيويك نعلان حرب لسر يكتريب كان نعلان حرب لسر أو قبيلة نجب كان كوا هاو بيمانا لقليان يتركاتك كوا قريشيا كان عهد بيمانيان شكان بتي بقتل خزاعة وهم في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتر خزاعة لبناي بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم واتا هاو بيمان بو لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم اوان هاتن اعلاني بابنين هاتن بسر خزاعيان دادا وكشتيان بسر او قبيليان دادا اوي كشتيان ليان كشتيان لو حالتي او علامة نية لبو خيانة كردن يعني نشانان لها تبتزي يعني ترس وتوقع بلكو اعلان كردنيش كان دين خيانة يعني اعلان كردنيش كان دين عهد بيمانه لو حالتي بيام صلى الله عليه وسلم تسيكل فلم يرعهم إلا وجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران وذلك على 4 فراسخ من مكة يتر أوان كاتك وبوشوي عهد بيماني أشكان نك يعني علامتيان لبيت زيك وترسي أوي هبي عهد بيمان بشين بأشكراش كان ديانو تون بسر خزاعيان دادا بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببي أوي كوا آقاداريان بكاتوا أوان كاتك بخويان زاني وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بخوي وبزي شيشي قورا لدوري 4 فرسخ لمكي هاتية لبو أوي كوا إعلاني حربيان لسر بكا كواتا لو حالتي أوي كوا ما بستا أجر أوي مقابل ترسي أو تهبو خيانة بكا بأشكال أتوجع إعلان ذكي عهد بيمان لنوان ما نما أدي أجر بفعلي خيانتي كر بيزناك إعلان بكي هو بفعلي إعلاني كرديا
والكو بيويست أن تفعل بهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وكل قاسمي دلالة كوا بوشوي بزيشي چي قورة خواهي قورش تأيدك سبحانه وتعالى فتحي مكة كرت لا محرر دلي إن الإسلام يعاهد ليصون عهده كاتك مسلمانان أهل إسلام عهد بيمان لغا مقابل كان دكان لو عهد بيمان دكان ليصون عهده تاكو عهد بيمان كي بباريزي فإذا خاف الخيانة من غيره أجر لمقابل كي توقع كركوا خيانة دكاو أو ترسيهبو نبذ العهد القائم جهرة وعلانية لو حالتي بأشكرا عهد بيمانك إعلان دكا كالنيوان ما نما بأشكرا ولم يخن ولم يغدر ولم يغش ولم يخدع بحيث شيوخ نخيانتيان لقل دكا نا عهد بيمان دشيني بنهيني نا غشيان لقل دكا ونهليان دخلتيني بأشكرا إعلان دكا كوا عهد بيمان لنيوان ما نما وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم فليس بينه وبينه أمان بأشكرا إعلان دكا كوا عهد بيمان لنيوان ما نما وأمان لنيوان ما نما وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة كواتب راستي بو شوازانك خواهي قول سبحانه وتعالى توزيه إيمان داران دكا أو إسلامها تي بشرية برز كاتو لبو آسوي شرف استقامة خوروشتي برز وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة وهو لبو آسويك كوا حتى كسي مقابليش مطمئن بي ولأمن أمان دا بجي برامبر بمسلمانان إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ كواتا أواني كوا لمقابل دا لغا مسلمانان عهد بيمان دشينن يعني أواني لغا مسلمان عهد بيمان دبستن با تأمين بن مطمئن بن لبا عهد بيمان كوا مسلمانان للان خوانو نايش تشينن أجر بيتو أوان علامتي يعني بديان نكوي ولا يروغ الذين لم يأخذوا حذرهم بهيش شويك مقابل كيك حذر خوي ورنقرتيو باعتبار عهد بيمان لقل مسلمانان هيا بهيش شويك أهل إسلام ناسي مراوغي لقلبك وبيني وببا راستو دروست لقلي حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم حتى لو حالتك كوا ما ترسيوي هي مقابل كي بي ما ترسيوي خيانة بك فأما بعد نبذ العهد كوات لو حالتي نهاية يكسر هجوم بك أجر ما ترسي أو شيء بكوان خيانة بكان بركو دي إعلان دكا كاكا عهد بيمان ما لنيوان نما لو حالتك إعلاني كير أو جا لا بابنك إعلان كعهد بيمان لنيوان ما أو جا أو حقي بخوي دا كوا إعلان حرب الشان لسر بكاتن لبرو عهد بيمان لنيوان يان نما برام بهيج شيويك وكو مسلمان وكو توزيه رب العالمين رقاب مسلمانان نادا كوا خيانة بكا إن الإسلام يكره الخيانة إسلام كاتك خواي قور سبحانه وتعالى رقي لخيانته كاتب مسلمانان إيش رقيان لخيانة بي ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهد وتحقير أو كسان دكا كوا عهد بيمان دشين خيانة دكا ومن ثم لا يحب للمسلم أن يخون أمانة العهد في سبيل غاية كواتا حتى لبو مسلمانانيش خواهي قول بي خوش نية خيانة لقل عهد بيمانيك بكن لبو هر غاية تجبي لبو هر غاية تبرزج بي مهما تكون شريفة كواتا الإسلام دا الغاية لا تبرر الوسيلة يعني غاية كبرزة غاية ما بس رزامن دي خواهي قول إقامي دولة إسلامة والله لقل أواش أو غاية برزة معناه ونية بهم وسيلة شي باش وخلاف بدقينتنا فإيش وسيلة كان الشرعي بي واعتلبوا غاية برز كوا لكن غير مسلمان أو قاعدة الغاية تبرر الوسيلة لبوا جيشتن بغايات بهم وسيلة هول دابقاته بلا مسلمان وانا لإسلام أو قبولني غاية برز فإيش وسيلة مباح له بكاربيني نابي وسيلة خلاف وسيلة حرامي لبوا بكاربيني لازمني وأنا نابي خيانة بكي بهيج شويك أجر لقل دجمنان يشد بي وإما تخافن من قوم خيانة فانبذي إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين هر عين محرد رتب نبذ العهد على خوف الخيانة دون وقوعها كواتا عين تأكيد سوي دكاتو أجر ترسي خيانته بلا مقابلة نوك خيانة بفعلي روبدا أجر ترسي خيانته بو لو حالته في يستعد بيمان إعلام كيكوانا ما
لأن شؤون المعاملات السياسية والحربية تجري على حسب الظنون. لبروي ليرة أجا ترست هبو مقابلة كتك عادو بيمان لقل بستايا ترست هبو عند علامات اللي بديار كوتبو كاتلو حالتي أتو بيست إعلام كعادو بيمان لنيوان من كاتلو حالتي أجا ملاحظة بكي دل معاملات السياسية وحربية لقل دجمن لسر حسابي ظنون ذكره نك راوس يتاو كشتك بيقين ذكره بيقين إلا لسر حسابي أشخاص وايا مثلا كابرة دلين زناي كذا دبي صار شاهدها بيقين نابي لسر ظن حكم بكي بلام لقل مقابلة كد وكو طائفة وأمات كاتك لحرب دان ياخذ عهد بيمان دان فيسأل لسر ظنون حسابات خود بكيو أو بريح هذا خود ور بقدر بروق قزك أمني أمتي إسلامية بيويستا بو بريح حذر تعامل قبل لويا مجرد هترست أبو بيويستا إعلام بكي هيز عهد بيمان لنوان ما نما لو كاتش أوزا دس كراوي لبو همو اختياراتك برامبر بو دجمني بيكي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.